إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل أنت من أهل الفرض أم من أهل الفضل؟ قبل ما أقول لكم من هم أهل الفرض ومن هم أهل الفضل، عايزة أقول لكم كل واحد فيهم بيهدف لإيه. أهل الفرض يطمعون في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما أهل الفضل فيتنافسون على قوله تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. نعرف حالا من هم أهل الفضل ومن هم أهل الفرض، واسأل نفسك أنت من أنهي صنف فيهم؟ اللي نفسهم بس يدخلوا الجنة ويزحزحوا عن النار، ولا اللي بيتنافسوا على الدرجات العلى من الجنة؟ كلمات في منتهى الروعة والإبداع. أهل الفرض من أصحاب اليمين، وأهل الفضل من المقربين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، الذين لهم في الجنة عين من تسنيم لا يشرب منها إلا المقربون. أهل الفرض كثيرون من المسلمين، وأهل الفضل قليل من المحسنين. أهل الفرض يصومون رمضان ويفطرون بقية العام، وأهل الفضل يصومون 6 من شوال والبيض والاثنين والخميس و9 ذو الحجة ويوم عرفة وعاشوراء و13 و14 و15 من كل شهر. أهل الفرض يصلون الفرائض دون نقصان، وأهل الفضل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أهل الفرض إذا ما غضبوا هم يغفرون، وأهل الفضل إذا ما غضبوا هم يحسنون، الذين قال الله فيهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أهل الفرض يقابلون الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، وأهل الفضل يقابلون الحسنة بأحسن منها والسيئة بالحسنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أهل الفرض يخرجون زكاة أموالهم، وأهل الفضل ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أهل الفرض يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، وأهل الفضل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل الفرض قد يتصدقون وقد يمدون يد العون للمحتاجين ويقفون بجوار الناس ولا يتركون أحد، وأهل الفضل يسارعون في الخيرات وتقضى على أيديهم حوائج الناس. عشان كده بيجوا يوم القيامة على مراكب من نور يغبطهم عليها الأنبياء والصديقين والشهداء، ويقولون لمن هذا الموكب الرائع؟ يقول: لرجل كان يسعى في قضاء حوائج الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسعيك في حاجة أخيك أفضل من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. أهل الفرض يسعون لخدمة أنفسهم أولا، ثم دينهم، ثم أمتهم، وأهل الفضل يضحون بأنفسهم من أجل دينهم وأوطانهم وأمتهم. أهل الفرض واقفون عند حدود الله، وأهل الفضل حافظون لحدود الله. أهل الفرض يطمعون في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأهل الفضل يتنافسون على قوله تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. جعلني الله وإياكم من أهل الفرض ومن أهل الفضل، ووفقنا الله الكريم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وكن
كن لنا ولا تكن علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا عليك وردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه حبيبك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وإن قصرت أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الفضل لا من أهل الفرض. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لعمل صالح يرضيك عنا ثم تقبضنا عليه يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب يا مولانا كما وعدتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب يا مولانا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعلني جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.